الفرقه بتقدم اداء كويس لازم تدي كل واحد حقه، لازم تتكلم على اللعيبه باحترام وادب، لان في الاخر اللعيب ده يا جماعه بني ادم بيحس وعنده شعور وبيزعل وبيحزن لما بيشوف الناس بتتكلم عليه بطريقه مش كويسه. هو يضيع كره في الملعب وانت تشتمه باهله، هو يضيع كره في الملعب وانت تتنمر عليه. يا جماعه والله العظيم الكوره مش كده. وهل الكوره في العالم كله بالطريقه دي؟ يعني مثلا النهارده لما يطلع احمد حسام ميدو ويقول لك الفريق بتاع النادي الاهلي ما عندوش اساسيات الكوره، امال مين عنده اساسيات الكوره؟ يعني هو الزمالك اللي عنده اساسيات الكوره ولا بيعرف حتى يلعب كوره؟ يعني بتقولوا عليه فريق الفن والهندسه، ولكن اللي انت بتقوله ده ينافي تماما الفن والهندسه. لما الاهلي ما عندوش اساسيات الكوره، مين تاني عنده اساسيات الكوره؟ الاهلي اللي جايب نجوم، يعني احمد زي زيزو ما عندوش اساسيات الكوره اللي احنا لسه جايبينه من عندكم اول امبارح. امام عاشور ما عندوش اساسيات الكوره، ما عندهمش اساسيات التسليم والتسلم في الملعب. يعني كلام حتى يعني كلام مش منطقي، الكلام ما يطلعش من محلل كبير بيطلع على القنوات. يعني احمد حسام ميدو ده راجل فاشل اصلا، يعني محترف فاشل، لعب في 10 سنين في اوروبا، لعب في 11 نادي، يعني انت متخيل؟ يعني راجل فاشل بامتياز. حط كام هدف كده والدنيا هو صغير والدنيا كويسه وعمل ماتشات كويسه، ولكن في الاخر فشل، فشل ذريع. والراجل بطل هو عنده تقريبا 27 28 سنه وقال لك انا كفاياني كده، واتجه للحاجات. يعني والله يعني الواحد مش عايز يتكلم ولا يعني لسه احنا بننتقد الناس اللي بتتكلم بدون اخلاقيات وبدون مبادئ، ولكن ما ينفعش النهارده اكون انا راجل الناس بتتفرج عليا والناس بتثق في ارائي واطلع اقول لهم الفريق ده ما عندوش اساسيات كوره. محمد علي بن رمضان ما عندوش اساسيات الكوره، حسين الشحات ما عندوش اساسيات الكوره، مع ان انتقدنا حسين الشحات. محمد هاني اللي الناس نازله عليه ذبح 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 الراجل. يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده والله العظيم. لازم نحافظ على لعيبتنا. اللعيبه دي النهارده يعني بتخسر، بكره هتكسب، بكره هتتكلم عليها كويس. ما ينفعش النهارده يبقى انا عندي انفصام في الشخصيه. الماتش ده كويس، الماتش اللي جاي وحش، اقطع في اللعيبه، اقطع في المدير الفني، اقطع في كل الفرقه. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. هل النهارده ما ينفعش ان احنا نطلع نرد على احمد حسام ميدو ونقول له لا انت الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط؟ انا بالنسبه لي اعلام النادي الاهلي ما يردوش عليه ولا يعبروه، وكفايه الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا ردت عليه وكفايه، والناس روقته اخر رواقه يعني. ولكن انا اللي عايز اقوله لحضراتكم او اللي عايز نقوله لجمهور النادي الاهلي، لازم الفتره اللي جايه يا جماعه نساند الفريق. انت عندك سكواد بسم الله ما شاء الله رهيب. الاهلي لو ركز بس شويه والمدير الفني بدا يقرا اللعيبه، هتحس ببصمه للمدير الفني زي ما شفنا في ماتش بورتو. بدانا ان احنا نشوف الراجل بيعمل تحولات كويسه في الملعب، الراجل بدا يبقى ليه رؤيه في الملعب، بدا